بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم طلاب بريب 2. في الفيديو بتاعنا النهارده احنا هنشرح lesson 1 في الالجبرا. lesson 1 عندنا في الترم الجديد بيتكلم بعنوان properties of proportion. يعني ايه properties of proportion؟ في الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن البروبورشن ايه هو، وطبعا هنحل اسئله المعاصر اللي موجوده في الشرح. فخلونا نتابع مع بعض الفيديو. اول حاجه عندنا كنا خدناها يعني ايه بروبوشن. بروبوشن عندنا يعني احنا مثلا لو جينا عملنا 2 over 3 هنلاقي انها هي 4 over 6. بروبوشن يعني التناسب، او هما الاتنين هيبقوا زي بعض. يعني مثلا لو هنا عملت ال 4 divided 2 وال 6 عملت لها divided 2 هيطلع عندنا 2 over 3. تمام، يبقى احنا كده عرفنا مفهوم البروبوشن. عندنا بقى دلوقتي حاجه بتقول لنا ال 2 over 3 دي ايه؟ دي ريشيو عادي، ممكن اقول 2 to 3. تمام، وفي نفس الوقت ال 2 over 3. تمام، عندنا ال 2 دي احنا خدنا انها ليها اسم اسمها الفيرست بروبوشن. يعني كده عندنا ال 2 اسمها فيرست بروبوشن، ال 3 اسمها سكند بروبوشن، ال 4 اسمها ثيرد بروبوشنال، وال 6 اسمها فورث بروبوشن. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ انا مش فاهم حاجه دلوقتي، بس كل اللي مطلوب منك ان انت تبقى عارف ايه دي وايه دي وايه دي. يعني دي فيرست سكند ثيرد فورث. تمام، لان هو ممكن يديك واحده منهم مثلا، يعني ممكن يقول لك مثلا الفور مش موجوده ويقول لك هات لي الثيرد بروبوشن. هل احنا مش هنعرف نجيب الكلام ده؟ لا طبعا، نتابع مع بعض عشان نعرف هنعمل كده ازاي. دلوقتي احنا عندنا ممكن نرسم الشكل ده على هيئة مثلا ريكتانجل. لو جينا عملنا كده حطينا 2 3 4 6، يعني ده كده فيرست بروبوشن، ده سكند، ده ثيرد، ده فورث. عندنا حاجة كنا عارفينها زمان، ده حاجة اسمها الاكستريمز. يعني ايه اكستريمز؟ يعني الخارجي، الحاجة اللي بره كده اكستريمز، والمينز الحاجة اللي جوه. تمام، عندنا معلومة بقى جميلة بتقولك ان ال product of extreme equals the product of mean. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جيت عملت ال 2 باي ل 6 هيطلع عندنا ايكوال لل 4 باي 3. تمام، يعني مثلا لو جينا 2 باي 6 بكام؟ ب 12. 4 باي 3 بكام؟ ب 12. يبقى كده حققنا النظريه بتاعتنا، وهي ان احنا لما نيجي نعمل الاربعه بروبوشن كده في الشكل ده الاكستريمز بيبقى ايكوال مينز، يعني البرودكت اوف اكستريمز ايكوال برودكت اوف مينز. تمام، خلونا برضو ناخد مثال تاني ونبص. هنا عندنا 5 over 4 و 10 over 8. احنا ممكن لو مش عايز تعمل الجدول ده ممكن تعملها على هيئة كروس مالتيبليكيشن. لو جينا عملنا ال 5 باي ال 8 هتطلع هي ال 4 باي 10 اللي هي هتبقى ب 40. زي ما احنا عندنا هنا كده قلنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاكستريمز، وده اسمه ايه؟ ده اسمه المينز. يعني لو عملنا ال 4 باي 10 هتطلع ايكوال ال 5 باي 8. يبقى احنا كده فكرة الدرس بتاعنا قلناها. خلونا بقى نتابع الاكسرسايز اللي بتبقى موجودة في كتاب المعاصر في كتاب الشرح. خلونا بقى كده نبدأ في الريزامبلز اللي عندنا أول ريزامبل بيقول لك find the third proportion of quantities 2 4 و 20. يعني إيه بقى؟ هو عايز الثيرد بروبوشنال. كنا خدنا الثيرد بروبوشنال دي اللي هي إيه؟ مثلا لو جينا عملنا 2 over 4 الثيرد بروبوشنال اللي هي هنا اللي هي مش موجودة. تمام، خلونا نعملها على هيئة الريكتانجل اللي قلنا عليه. نعمل ريكتانجل كده، هنا في 2 وهنا في 4. هل هنا هنرتب رقم؟ لا يا مستر، لأن هو عاوز أصلا الثيرد. يبقى هنا 20. لو جينا بصينا هنعمل ايه يا مستر؟ حد يعرف يقول لي؟ صح، هنعمل الاكستريمز، البرودكت اوف اكستريمز ايكوال برودكت اوف مينز. يعني كده ال 2 باي 20 تساوي عندنا ال 4 في الاكس. يعني احنا وليكن حطينا دي هتبقى باكس، يبقى كده عندنا هنكتبها ازاي يا مستر؟ هنكتب ان ال 4 اكس ايكوال 2 باي 20. 2 باي 20 ده اللي هو بكام؟ ب 40. يبقى عندنا ال 4 اكس ايكوال 40. نعرف نجيب الاكس؟ اكيد نعرف. هنعمل دي divided 4، يبقى 40 over ال 4 هتطلع عندنا ب 10. يبقى احنا كده جبنا الاكس اللي هي الميسنج عندنا. تمام، يبقى سؤال سهل وبسيط. قال لك find third proportional، جبنا له third proportional. هنا في السؤال بتاعنا بيقول لك find the first proportional of quantities. مديك 3 وهو عايز الفيرست، يبقى الفيرست فين؟ اللي هو اول واحد اللي هو الميسنج هنا ده. برضو هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الكلام، هنعمل الريكتانجل بتاعنا رقم روت ال 8 وال 7 وال 14 روت 2. تمام، يبقى احنا كده عملنا التلاتة. والفيرست بروبورشنال نجيبه ازاي؟ صح، قلنا هنعمل الاكستريمز والمينز. يبقى احنا هنا الاكستريمز حاجة، الحاجة دي وليكن سميناها اكس، فيبقى عندنا اكس في 14 روت 2 ايكوال 7 باي الروت 8. 7 باي روت 8 دي عندنا هتبقى ايكوال 14 روت 2. ممكن نعملها بالكالكوليتر ونشوف. تمام، يبقى الاكس في ال 14 روت 2 ايكوال 14 روت 2. نعرف نجيب الاكس لوحدها؟ اه يا مستر، نودي دي الناحيه التانية بالديفايدد. حاجه وحاجه الاتنين على بعض نفس الحاجه، يطلع عندنا بكام؟ يطلع ب 1.
يبقى احنا كده جبنا ان الاكس بتاعتنا ب1. يبقى احنا خلصنا الفكرة الأساسية عندنا. لو قالك find the third first second fourth كله هنعرف نجيبه باستخدام نفس الريكتانجل ده. وزي ما قلنا الاكستريمز البرودكت بتاعهم equal البرودكت بتاع المين. خلونا ننتقل على السؤال اللي بعد كده. في سؤالنا اللي بعد كده هو كاتب لك find the value of y to make these quantities are proportional. يعني هو عايز ال y تبقى بكام عشان لما نعمل ال 10 over 2y تطلع ب 3 over 15. تمام. هل هنعرف نحل حاجة زي كده؟ نتابع مع بعض ونشوف طريقة الحل وهتكتشف انها طريقة سهلة جدا. برضو احنا دايما بنعمل نفس الريكتانجل، فنيجي عاملين ريكتانجل كبير كده يبقى فيه ال 10 وال 2y وال 3y وال 15. قلنا بنعمل ايه يا مستر؟ قلنا بنعمل الاكستريمز ايكوال المينز. يبقى الاكستريمز عندنا اللي هي ال 15 باي ال 10 بتبقى ايكوال لل 2y باي ال 3y. 2y و 3y تفتكر هتطلع كام؟ ال y دي باور 1 ودي باور 1، يبقى لما نيجي نعمل لهم باي تطلع باور 2 و 3 باي 2 بكام؟ ب 6. تبقى 6y باور 2 وهنا ب 150. نعرف نجيب ال y باور 2 لوحدها؟ اه يا مستر، نخلي ال 150 over 6. 150 لما نيجي يبقى ال y باور 2 equal 150 over 6 تطلع بكام؟ تطلع ب 25. يبقى كده خلصنا؟ لا يا مستر ما خلصناش. يبقى احنا كده محتاجين نجيب الواي لوحدها، يبقى ناخد روت. يبقى الواي هتبقى ايكوال روت ال 25. تمام. نيجي نروح عاملين كده نقول الواي هتبقى ايكوال هل 5؟ لا، تبقى بوزيتيف ونيجاتيف 5 عشان في روت. تمام. يبقى احنا كده ده الشكل بتاع السؤال بتاعنا ودي الاجابه. اجابه سهله جدا، كل اللي عملناه برضو اكستريمز ومينز. خلونا بقى ننتقل على السؤال اللي بعد كده، وهو الدرس ده معظمه اسئله لان يا دوبك الفكره الاساسيه بتاعت الدرس احنا خدناها الحمد لله في الاول. فخلونا ننتقل على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندنا هو احنا بنتعرض لشكل جديد من الاسئله. هنا بيقول لك find ال x over ال y وال y over ال x ومديك الشكل ده. هنا هنعمل ايه يا مستر؟ هناخد قاعده بسيطه جدا نقدر نمشي بيها. هنا ال 12x equal ال 3y. هو عاوز ال x over ال y. تمام. ال x over ال y يبقى مرجعش بايدي فاضيه، هتبقى 3 over ال 12. يعني كده هي دي الطريقه بتاعتنا. لو هو طلب ال x over ال y يعني هو رايحه كده، يبقى هنرجع الناحية التانية كده تبقى 3 over 12. يبقى عندنا نيجي نروح قايل له والله ال x over ال y equal 3 over 12. طيب يا مستر لو هو طلب مننا مثلا ان احنا نجيب ال y over ال x زي ما هو طالب، يبقى هو عايز ال y over ال x يعني ال y over ال x. زي ما قلنا ما نرجعش بايدينا فاضيين، يبقى 12 over 3. يبقى احنا كده الشكل ده عندنا ال y over ال x equal ال 12 over 3. يبقى احنا كده خلصنا فكرة السؤال الاولاني. نحل السؤال التاني مع بعض. هل هو كده احنا ممكن نحل؟ لا، لازم نعمل ايه؟ نبقى بالشكل ده. يبقى الاكس لوحدها والواي لوحدها. هنعمل ايه؟ هنودي ال 3y الناحية التانية بالبوزيتيف، يبقى 4x equal 3y. برضو نفس الكلام، هو عايز ال x over y يعني ال x over y هنا قلنا ما نرجعش بايدينا فاضية ونروح كده بقى، يبقى equal 3 over 4. تمام. والواي اوفر الاكس عشان نجيبها هنعمل ايه؟ هو عايز الواي اوفر الاكس يبقى 4 اوفر 3. يبقى كده احنا جبنا الشكل ده من الاسئله. هو نوع سهل، لو جالك زي ما قلنا مش هنرجع بايدينا فاضيين وهناخد الناحيه التانية هتبقى مثلا 3 اوفر 12. تمام. يبقى احنا كده خلصنا فكره السؤال ده. خلونا ننتقل على اخر جزء معانا في الفيديو بتاعنا النهارده. اخر سؤال عندنا بيقول لك ال x minus 2y over ال x plus 3y equal 1 over 3. find the value of y over ال x. عندنا هنا بنواجه نوع جديد من الاسئله. طبعا هو طالب نفس المطلوب بتاع الاكزامبل اللي فات، بس عندنا هنا هو مديلك الشكل ده. الشكل ده عشان احنا نخلص من الشكل ده المفروض نعمل ايه؟ cross multiplication. يعني هنضرب ده هنا ونضرب ده هنا. 3 باي ال x تبقى ايه؟ 3x minus 3 باي 2 6 minus 6y. الكلام ده بيساوي ايه؟ هنا 1. اي حاجة في 1 هتطلع بنفس الرقم، يبقى x plus 3y. هل برضو الشكل ده هنعرف نحل يا مستر؟ لا، بس عندنا طريقة ممكن نجيب الاكسات مع بعضها والوايات مع بعضها. تمام. يبقى احنا عشان الاكس دي تروح الناحية التانية تروح بالايه؟ بالماينس، يبقى 3x ماينس ال x equal دي هتروح بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى 3y بلس ال 6y. 3x ماينس ال x بكام؟ 2x equal 3 بلس 6 9y. هنا مش هنقول y بار 2 لان احنا بنعمل بلس مش multiply. تمام.
يبقى احنا وصلنا للشكل ده. هو قال لك عايز الواي اوفر الاكس، كده هي نفس فكره السؤال اللي كنا بنحلها المره اللي فاتت. هنا بيقول لك بقى 2x equal 9y، هو عايز الواي على الاكس. هنعرف نجيبها اه يا مستر. واي على الاكس هتبقى بكام؟ قلنا مش هنرجع بايدينا فاضيين، هتبقى ب 2 over 9. يعني y over الاكس هتبقى equal 2 over 9. تمام. يبقى بكده احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده وخلصنا ليسون 1 عندنا. هو ليسون سهل، هو يدوبر الافكار اللي احنا قلنا عليها دي، ودي كلها موجوده في المعاصر. فاتمنى يكون الفيديو فادك، وان شاء الله تابعونا في فيديوهات جديده. سلام.